أبو الفهد حدق 40 باع الشيب. اي والله حدق 40 ما بقى شي. شوفوا أسوأ شي إنه من توصل مرحلة بعد ما تقدر تقول على شخص زين، إنه هسه توك تقول على هذا الشخص والله يمكن فلان زين، هناك وتنصدم. ما بعدي ما ملحق ما مخلص، هسه توني دا اقول زين هذا فلان زين، تنصدم بيه يطلع حشا السامع. خل اروح اصبغ احسن. يا اخي انه يعني هذا الشخص لا تقول له انت زين، والله لا تقول له انت زين، من تقول له انت زين ينشلب عليك، بحيث تقوم تتباهى بيه قدام العالم وتحكي وتقول والله فلان زين، وما تقبل احد يحكي عليه ترى فلان زين. يا اخي ورا فتره تنصدم بيه، بحيث ذولا اللي كنت انت واقف ضدهم يقول لهم هذا الشخص زين زين، يسألوك يقولوا لك وينه الزين مالتك وين راح؟ فوالله مشكلة بعد يعني هي الشغلة انه احنا كل فترة ننصدم بناس، ننصدم يعني نتوقعهم زينين ورا فترة يطلعون مو زينين، وبيننا وبين نفسنا لا، بعد التوبة إذا أمن بشخص، التوبة إذا أثق بشخص، التوبة إذا أقول على واحد زين، كذا بكلاوات ورا فترة نرجع نفس الشيء. هم نأمن بالناس ونشوف من برا ممكن اسلوبه تصرفه فد شيء يحسسك انه هو زين، وتصدق تبقى عادي تدخل يعني مرة ومرتين وثلاثة، وكل مرة تقول حتوب وما تتوب. فمشكلة ما اعرف هاي بالانسان نفسه بطبعه، انه يبقى ممكن يبحث على شخص زين بحياته، وعلى اساس عود الصدمات تتعلم، كل من يرجع الاصل. والحالة الأسوأ تدرون شنو؟ الحالة الأسوأ مثلا من تجي ناس تحذرك وتقول لك يابا فلان ترى مو خوش آدمي، تقول لهم والله أنا يعني فلان وياي خوش آدمي كل زين وحباب وما شفت من عنده شيء، لك بابا مو عنده سوابق تعوفه، تصفن بينك وبين نفسك تقول لا أنا زين وياي هذا الشخص، حباب فقير ما عنده أذية، كيوت حياتي كيوت، يا كيوت يا والله. بحيث شلون تتقشمر ما تدري شلون يقشمرك باسلوبه، حركاته، تحسه فقير وبعيد عن الدنيا وبعيد عن الناس.